اساسي في تنميه وتطوير الاقتصاد الوطني، مما يجب الحفاظ على جودتها وصيانتها. والا ان بعض هذه الطرق تعرف انشقاقات وكسورات خطيره عبر عدد من المقاطع، مما يعرض مستعمليها للخطا وحوادث السير. واذكر على سبيل المثال بعض الطرق في خصوصا اقليم صويره بالاخص ثلاثه محاور يجب ان التدخل آني فيهم، خاصه طريق 22/21 الرابطه بين المخالف وسيد عروسي. شكرا سيد الوزير. جواب السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الفريق المحترم النائب المحترم على طرح السؤال. الحل اهم ميزانيه في التجهيز هو الميزانيه ديال الطرق، يعني لا من حيث طرق السياره ولا السريعه ولا الصيانه ولا العالم القروي. وبطبيعه الحال انتم عارفين بانه الميزانيه البلاد ديالكم تنعاود نكررها انه خصك دير شي حاجه جديده، وخصك دير الصيانه اللي موجود اللي كنتكلموا على عشرات الالاف، خصك تمشي للعالم القروي. فبالتالي كنحاولوا نوازيو وفق الاولويات، وراه السيد النائب المحترم يعلم بانه حرصنا كل الحرص باش الاولويات نديروها مع الاقاليم، وهذه الطريق التي ذكرتها بالخصوص هي من الاولويات. بدينا بالمقطع الاول، مع الاسف الشركه الان ما وفاش باللي عليها، فسخنا معها، اعلنا على الصفقه الجديده، والمقطع الثاني ان شاء الله نبرمجه قريبا. تعقيب السيد النائب. أشكركم سيد الوزير على هذه المعلومات القيمة. السيد الوزير الحاجة اللي دعتنا نطلبوا نلحوا في شحال من مرة في هذا السؤال هذا على هذا الطريق. وكنشكركم السيد الوزير لأنه بعثوا لنا واحد المسؤول إقليمي اللي بدا تحت معنا الحوار في الإقليم، العكس السابق، لأنه الطريق شرت له شحال من مرة أشخص عليا قال لي نصيفط لاني فلوس رد البيست، خصوصا أن ديك الطريق كتفوق 10 الجامعات اللي كتستافد منها سيد الوزير. وهذا الجواب ديالكم راه كافينا سيد الوزير، وكنشكركم. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات اضافيه في هذا السؤال؟ رد السيد الوزير.